السلام عليكم. النهاردة جاي اتكلم عن حاجة للأسف كلنا بنعملها يوميا، حاجة بتأثر علينا وعلى حياتنا، وبرغم اننا عارفين انه في النهاية هتقضي علينا لكن بنعملها برضو، يمكن غصب عننا، ولكن المفروض ان نهايتها المؤلمة دي تخلينا نراجع نفسنا قبل ما نعملها. الحاجة دي هي الزعل. كل لحظة بتزعل فيها بتكون خطوة بتوصلك لنهاية، إما موت أو مرض بتفضل تعاني منه طول عمرك. عارفة إنه في حاجات كتير بتخلينا نزعل غصب عننا، طبيعي، إحنا بشر، بس فيها إيه لو جربنا نهون على نفسنا ونعدي؟ يعني واحدة جوزها يزعق معاها وهي عارفة إنه هيجي في الآخر ويصالحها، يبقى تهون على نفسها إنه شوية وهيراضيها. ابنك عصبك وزعلك بتصرفاته، اتعامل معاه بهدوء وهون على نفسك إنه نعمة من ربنا غيرك بيشتهيها. الخلاصة إنه اللي بيزعل في حياتنا كتير، لكن اللي ينفع إنه يعدي منه عديه، وهون على نفسك عشان النهاية مؤلمة محدش هيحس بوجعها غيرك.